إديسيون السلوقية بريزونت عبد المجيد تبون. اللي يهاجمني نهاجمه. اش هادين اللي ضربني بسفعه نمد له الحنك الاخر. الند للند مهما كنت. كبير صغير متوسط دبر راسك، تمسني نمسك. اختي فاطمه اريدك البال عليها. سيادة وطن اللي استشهدوا عليه. مثل ما قلت 5,630,000 شاهد. يطلق السلوقية يا عمو، اطلق يا عدال يا عدال. انا مانيش محتاجك تعاملات ند لند باش ندخل تحت حمايتك وجناحك. انا راني كبير، انا ما نحتاجش ندخل تحت جناحك. عربات السلوقية بركة من الكذوب شوية. نحشم كاع نقول التسمية ديالو، نحشم. رئيس عبد المجيد تبون ابن أسامة البرغي بن ثعلبة الملقب بأبي نقشة، ولد بجنان الصالحة عام 1450، حيث كان أبوه تاجر إوز. اشتغل ككهربائيا بسوق الإيجاص بمدينة توربالاند، ويحضر معنا الليلة مشكورا. برمجة يبرمجوا سنبرمجوا يعني سنفيتور. الدراهم ما بقاوش والازمه راها هنا والمشاريع حبست. اون فا بلي لونسي دو لوجمون. اللي دا واللي ما داش طفرت فيه. سي كوم سا. مام الاحتجاجات على مستوى الدواور هذه هي. اللي عجبو الحال عجبو المواطن ان شاء الله يدي لك سموه. اللي باغي يشوف هذه البلاد تتحرق ولا باغي يدخل المراديه على قصر على ظهر دبابه نتاع لوطون يستنوا. مازال الحال. هذا هو الضيف ديالنا. هي العزاز يا ودي. ولحد الان في العاصمه ما زالت الناس تجري على ساشي حليب اللي هو الغبره مخلطه مع ماء. القضيه عندك خاسره والسلام احمدي. وين راه الانتاج؟ وين راه الريع هذا تاع البترول اللي يتوزع؟ ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. في يعني بالتقريب مصانع جاهزه بالتقريب وقادره تخلق 750,000 كذاب. 75,000 منصب شغل. 75,000 منصب شغل. وريني الدولة المتقدمة اللي قادرة تخلق 75 منصب شغل في ظرف قصير مثل هذا. 75,000 منصب عمل. ده غير اللسان اللي يقولها. 75,000 منصب عمل. 75,000 جزائرية وجزائريين يخرجوا من البطالة. انت مرضك صعيب ودواك سهل. نفتح باب الاستثمار، ولما نقول باب الاستثمار معناه مش معناه واحد يجي طايش ويدي 50,000 قطار فلاحة. واحد يجي طايش ويدي العقار الصناعي ويجمده. لازم الصناعة الحقيقية. لازم نعاون كل من حب يستثمر في المبيض ويخلق مناصب شغل لهذا الشباب. احنا معاه. ولن نتعاطى مع ما تدريد ولا كده. احنا فايتينكم الزاد. واحنا راسنا خشين. احنا لحمنا مر ما لا يتاكل. يقعدوا يحبس حسين مسعود نصبحوا ناكلوا في لحم بعضنا بعض. واذكر الجزائر واسغى ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركعا. وقفوش 5 خطوات الوالدين. انا سبق لي وقلت ان ما عندناش مشكل مع المغرب. يبدو أن المغرب عنده مشاكل معنا. المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين. جلسوا على طاولة وقول وهي المشاكل نتاعك معايا. أما قضية الصحراء ما هيش قضية اليوم، ما هيش والدة اليوم. فقد قاومنا الاستعمار معا لسنوات طويلة حتى الحصول على الاستقلال، ونعرف بعضنا جيدا. احنا ما تبدلناش وما نتغيروش والامر الواقع ما نقبلوش مهما كان الحال. وكثيرة هي الأسر المغربية والجزائرية التي تربطها أواصر الدم والقرابة. أنا سبق لي وقلت أن ما عندناش مشكل مع المغرب. يبدو أن المغرب عنده مشاكل معنا. أقترح على أشقائنا في الجزائر إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها وشكلها وطبيعتها. لو كانت في شروط لذا تقبلنا بصدر رحب. يعني تدخل بعض الأشقاء اللي طلبوا باش نقبل الوساطة نتاعهم إلى آخره، لأن ما فيش مادة للوساطة. يعني صراحة احنا غلقنا الحدود حتى لا نصل إلى ما لا يحمد عقباه. قطعنا العلاقات وغلقنا الجو وغلقنا كل شيء. وأنتم مرتاحون لذلك؟ مرتاحين الحمد لله.
وقسما بالله العلي اللي نحكموا ما نطالب مهما كان، يندم على النهار اللي زاد فيه. اذا كان 30 سنه ما تكفيش نفوت الاعدام. الكلب المفروح. أريد أن أنتقل إلى صورة حقيقة هي صورة تجمعك بالفريق أحمد قايد صالح للتثبيت بأنك مدعوم من قبله ومن قبل الجيش لدخول هذه الانتخابات. والله لو إشعال سيجارة هو دعم سياسي يعني مش هين، يعني قرار هذا يعني مش سهل انه قائد الاركان يشعل لك سيجاره، سهل انه يشعل لك سيجاره قائد الاركان. حتى أضع سيادتك في الصورة. هو يدخن وأنا أدخن، لما جبت سيجارة هو سبق بالشعالة وخلاص، لا أقل يعزك. مدعوم من قيادة الأركان حضرتك؟ أنا طالما يعني طالما قول السؤال تاني. مدعوم من قيادة الأركان حضرتك؟ أنا ترشحت كمرشح حر، وحتى ما بغيش نترشح، لم أريد أن أترشح احنا الفريق الوطني له الدعم، راهم يحاولوا يحطموه بحالاش ستيل دون، يحاولوا يمسوا المعنويات تاع السيب الماضي. نار يا الزغبي. ومش غير هنا داخليا، في بعض العناصر داخليه ولكن جايه ما هاك. والله ونشدك يا تنخوخ بك سناني. السيت نتاعهم كاع مسخرينهم، يعني خلق مشاكل للجزائر بالشيء اللي قدرت عليه. يقولون الوقاحة هي أن تنسى فعلك وتحاسبني على ردة فعلي، يعني ضربني وبكى وسبقني واشتكى. إن الجزائر آية الشعب حررها وربك وقعها. احنا لما قلت جزائر جديدة مش معناه رئيس جديد ولا وزير جديد ولا تصرفات جديدة. جزائر جديدة يعني جزائر ماهيش معقدة ولا واحد يعقدها، ما هي معقدة لا من الاستثمار ولا من الشقيق يجي يعيش معنا ويجي يخدم ويشتغل ويدي. الإطارات اللي موجودة اليوم إطارات كلها نزيهة، لا غبار عليها، لا شكوك فيها، ويعملون من أجل الوطن والوطن وحده فقط. وتنود يحرق جدبوك. الجزائر الجديدة اللي نتكلموا عليها جزائر العرق، جزائر الشفافية، جزائر تاع الناس اللي ما لهم حلال. شوفوا اخوتي، هذه البلاد تاع الجزائر الكازون ميت يتبنتر بلا كولار فار. جزائر العرق. والله يا فلاشير ما تصراش الحكايه هذه، الكازون صفر يرجع خضر. جزائر الشفافية. علم الاحياء اللي هنا على بالك. شوف اخويا ها وراكم مسؤولين. جزائر تاع الناس اللي ما لهم حلال. يا اخويا خضرة خضرة. الالجيري. انا قلت ونزيد نكرر ونأكد ان النظام المنظومة الصحية نتاعنا احسن منظومة في المغرب العربي وفي افريقيا، حب من حب وكره من كره. سبيطار ما كاش كيما الناس وتجي يقول لي احسن منظومه في افريقيا وفي المغرب العربي. ليه تكذب يا تبون؟ علاش تكذب؟ وكانت وليدة رؤية تاع حماية المواطن، طب المجاني. سبيطارات معمرين كي لي شايوتي تاع السردين، سبيطار اللي تدخل فيه تلقاهم محطوطين كي السردين. استثمارات بآلاف الملايير، ما عندناش قرية اليوم اللي ما فيهاش إيصال دو سوا. يا اخي شعب الجزائر 250 مليار يا اخي لمدوها في هذا الوباء. الشعب مدت الصندوق وحليتوا الصندوق وهدرتوه ولقيتوا 250 مليار ورحتوا مديتوها للصحراء الغربيه. قفي الحل. نقولها بصفة رسمية ونكرر باسكو أنا في سنة نقول فيها نفس الكلام. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. حذاري ثم حذاري، حذاري من نكدي، حذاري من فرحي، من قرحي، حذاري مني فإني أعد فأنا هوهون. وفي تجارب وفي تجارب وفي تجارب. في بعض الأحيان تكون ماشية مريقلة
ومن بعد واش يضربها في الراس تبدا تعوج. فأنت تفهم أنك لا تفهم، إذن فأنت موجود. نبرمجوا سكنات اخرى، برمجه يبرمجوا سنبرمجوا يعني سي لو فيتور. البزنسه واش هذه هما دايرين روحهم ما يخليك يعني يقارب مليون قنطار. انت ماهوش بالضروره في دورته الحادية والثلاثون عندهم امتداد ضعف على هذا باش يتسلفوا هذا خاصني العلف ستارت اب تصبح المغبونين هذول على هذا انا عايز جملة مفيدة. بعد التأجيل عدة مرات وصل الرئيس الجزائري إلى العاصمة موسكو. بيان الرئاسة الجزائرية فإن الزيارة أتت تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كان في استقباله وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشين. شكون هو؟ وزير الزراعة الروسي. إنا لله ودعمت. ايوه كده يا وديع. ناري وجابوا لي القهوه وجابوا لي السكر وربع دور ودراهم. تلك البنت التي سلمت على رئيس الجمهورية، وحتى تعطي الفرصة لشبابنا باش يكون لهم حظ وإعادة تلك اللقطة، ارتأت جمعية وهدان بحضور الوالد اللاعب سناسني ابن الرمشي ابن غزوات باش اليوم يجيب لنا هذه الطفلة. وتعاود لنا اللقطة وتسلم على كل واحد. سلمي على عمك هنا تاني، سلمي على عمك هنا تاني، سلمي على عمك. عاودي تنمو فرحتينا بدينا في اللقطة. عندك طابلت، هذيك السلمة خبرينا عليها. هيا قولي باش نعطوا الطابلت. هيا ديك السلمة هيا قولي باش نعطوا الطابلت. عاودها نشوف مين تسليكها حرة. عاودي هانتي. عاودي هانتي. قرينا بكري يا ودي. يا دجاجة من فضلك تكلمي.
انا كما يقول لك الباب اللي يجي منه الريح سد واستريح. طاحوا مع سي اليمين فحل والجزائري محض قح قال ما لها الفيزا تاعك اين الحدود نبلعها. وحنا مع الشعب الجزائري من الاولين من محمد الخامس صرفنا فيهم الخير والمرحوم الحسن الثاني صرف فيهم الخير وسيدنا سيدي محمد كذلك اكثر. إذن على بركة الله وبسم الله الرحمن الرحيم أدعو السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية لإلقاء كلمته. إذن بتوجيه السيد الأمين العام للجامعة العربية سألقي كلمة. أعتقد أننا في الطريق الصحيح ما دام فيه هجومات وناس تهاجم فينا من جهة أخرى، هذا الدليل بأننا في الطريق صحيح. شوف لاشان على الخبز يا ابو صباح. شوف ما يرضيهمش باش دولة مثل الجزائر يوم من الأيام تدخل في الديمقراطية من أبوابها الواسعة وتعطي القرار لشعبها حقيقة. أنا شخصيا كرئيس ولا حتى كمواطن أؤمن إيمان قوي أن السلطة للشعب ويمارسها من خلال من ينتخبهم. أعتقد أننا في الطريق الصحيح. راسو في 12 شهر. دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا بقى لي أنا ما نشكك في الشباب تاعها. عندنا قدرات، عندنا 150 ألف 200 ألف جامعي راه تخرج كل عام. ما كان والو. اقسم بالله العظيم لا كاين دراهم ما بقاوش والازمه راها هنا والمشاريع حبست. اي اون فا بلي لونسي دو لوجمون اللي دا واللي ما داش تفرط فيه. مش باش نتشفى في الغير ولكن صعب باش بعض الدول تاخذ المنهجيه هذه نتاع الجزائر لان ربما فيه امكانيات اكثر من ما هي متوفره عندهم. كلمة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. مسخوط ما كيشوفش والعور. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبيض ومربرب والنور والإيمان بيشعوا من وشه. في هذا اليوم الخالد المجيد وأمام هذا المشهد المهيب لجزائر الفخر بأمجادها والوفاء لشهدائها، في وقت وصلت فيه البلاد بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية مرحلة ارتسم معها وجه جزائر الثقة في الحاضر والأمل في المستقبل. وإنه لا يجدر أمام هذا المشهد المهيب أن نجدد تقدير الأمة لدرع الجزائر، جيشنا الوطني الشعبي. نوض امك ما كانش انا في كوكسوله وليدي، ما كانش امك. جيشنا الوطني الشعبي حامل لواء جيش التحرير. زيده عاود له وراه رايح لك. جيشنا الوطني الشعبي الذي نشهد معه باعتزاز ما أحرزه من مكاسب وإنجازات عظيمة. إن هذه اللحظات لعميقة المغزى والشعب الجزائري يقف على ما وصل إليه جيشنا العتيد من احترافية وتحكم عالي في العلوم والتكنولوجيا العسكرية. اسمع لي إنه جيش متلاحم مع الشعب يزداد مهابة ورفعة لما يحظى به من مكانة في وجدان الأمة، ويزداد تمرسها اقتدارا لما يتحلى به الضباط والجنود وكافة المستخدمين والمنتسبين إلى الجيش من وطنية والالتزام. شنو؟ والالتزام. أنا عايز جملة مفيدة.
وإنني لا أشد في هذه المناسبة على أيدي الاشتداء. شنو؟ على أيدي الاشتداء. قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. الأشداء المرابطون على الحدود ونسور العلا في أجوائنا. وحفظت رياس البحر الأمجاد. القضية عندك خاسرة والسلام أحمدي. ولنتخذ. أعلن رسميا عن بداية الاستعراضات العسكرية. يا خرا شنو هذا؟ اللي يوريكم راه مشاكل. القوات المشاركة في الاستعراض جاهزة للتفتيش. بارك الله عليا بارك الله عليا هكا يكونوا الله عليا تبارك الله على انا تبارك الله على انا قلة الشغل وما تدير عما قال له رأسه. أنا عارف شايف يقولوا باللي فيه تجنيد من أجل صحفيين في السجن وكان ما وراه صحفيين عن نفس السجن. اضحك محمد اضحك 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 عبد الله اضحك اضحك يلعن اضحك اضحك وراه صحفيين عن نفس السجن. كان شو؟ بالشح امال نحول وراه صحفيين عن نفس السجن. كان شو؟ في الجزائر أودع الصحفي إحسان قاضي مدير إذاعة أم وراه صحفيين عن نفس السجن. قدمت السلطات الجزائرية على توقيف الصحفي إحسان القاضي منذ 24 من ديسمبر، كما قررت إغلاق إذاعة راديو أم وموقع إخباري يديرهما، ما يعيد إلى الواجهة ملف حرية الصحافة والتعبير في الجزائر. شنو الجواب ديالك؟ إذا كان الأخير هذا اللي حكمت عليه العدالة ما تحكمش عليه لأنه صحفي، تحكم عليه لأنه قبل أموال أجنبية. أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قيام الأجهزة الأمنية الجزائرية باعتقال عشرات الصحفيين، ويحتج الصحفيون ضد الضغوط التي تمارس عليهم من قبل رؤسائهم والتدخل في عملهم وضد الضغط عليهم لتزييف الحقيقة. مع الأسف الأخير طلبنا تقوية لأن أعتقد أن التركيز على أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحافة ولا في غير الصحافة، وافتراء على الجزائر. السلفية الجرايد المكتوبة اللي موجودة في الجزائر ما هيش موجودة في مكان آخر ما عدا الدول ربما الراقية. كان بعض البلدان عندها 5 صحف ولا 6 صحف، دارينها في الأوائل في الديمقراطية. تجاوزنا الحد نتاع 180 جريدة مكتوبة، 35 جريدة إلكترونية، 20 تلفزيون تاع خواص، زايد تلفزيونات نتاع الدولة. ما أعتقدش أن فيه دولة اللي عندها العدد هذا. لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه، أين هي الرسالة؟ صبحة كانوا يظنوا بأن الجزائر يعني تفترس هكا بسهولة. ظهروا لهم يوميا أن الصحافة الجزائرية لها شخصيتها ولها إمكانياتها ولها كلمتها تقولها. باينة. راكم عارفين بلادكم، عارفينها كيما نعرفها أنا. كل شيء ماشي بالرشوة، باغي نخلي الناس في الغضب، باغي نخلي الناس سمحوني أن نتصارحوا، ما ندركش أنا الشمس بالغربال. الفقر في الجزائر ماهوش الفقر في تشاد، والفقر في تشاد ماهوش الفقر في بنغلاديش، والفقر عندنا ماهوش الفقر في الولايات المتحدة.
يلا كذب على عباد الله سيدي. 82% من المشاكل اللي كانت مطروحة في مناطق الظل تحلت، وتحلت بملايير الدينارات. كذاب. وما هيش خسارة في المواطن. ما هيش خسارة. ما نصرف على المواطن لأن مثل ما قلت هو الأساس نتاع هذه الجمهورية هذه. وهذيك بابينا أقول قلب مسكينة. أتمنى إن شاء الله باش يوفقني الله عز وجل وتكون لكم المفاجأة السارة أن أول مرة تشوفوا مجموعة من فتيات وفتيان تاع البلاد 26 27 سنة وزراء. ناخذ مثلا مادة القمح الصلب في سنة 2020 القمح الصلب كنا نشروه ب $281 لطن. اليوم راه يقرب من $700 لطن. هذوما نفس الشيء بالنسبه للبقول الجافه بالنسبه علاش؟ علاش؟ اولا انا نحث المواطنين على الانتاج، وكل تدخلات نتاعي من خلالكم ومن خلال الزملاء نتاعكم كان على اساس اننا تكون فيه صحوه. يا سلام يا سلام يا سلام. نقلص من المصاريف نتاع الشراء، لان اليوم نقول لكم الاسعار في العالم راها فيها لهيب، وحتى يكفيك لا يفاو يتنبؤوا بمجاعة كبيرة في كثير من الدول، بالاخص في القارة تاعنا. احنا الحمد لله فيه تدابير خديناها. المجاعة تاع بنغلاديش رانا في اكثر من بنغلاديش، ولينا اكثر من بنغلاديش. سي دوماج الشعبي ما يلزموش يجري على البطاطا ويجري على الزيت ويجري على الحوايج هذو. فيه تدابير خديناها. بحالاش ستيل الدول؟ اولا التدابير تاعنا الاساسية بالنسبة للمواد الاساسية هي الاستيراد يكون من طرف مؤسسات نتاع دولة، نشري بسعر وتبيع بالسعر اللي متناول في المتناول نتاع المواطن. عاودي بالسعر اللي متناول في المتناول نتاع واش انت كتكيف ولا مالك؟ مش باش نتشفى في الغير، ولكن صعب باش بعض الدول تاخذ المنهجية هذه نتاع الجزائر، لأن ربما فيه إمكانيات أكثر من ما هي متوفرة عندهم. ناري نتكلموا على الحلفة، عندنا يعني أكبر قسط في المغرب العربي وفي إفريقيا نتاع الحلفة. اقتصاد يشبه اقتصادنا، والاقتصاد الإيطالي وصلوا اليوم عندهم اقتصاد وطني تاعهم يساوي 85% قطاع ظاهر، قطاع اقتصادي حقيقي. فيه تشابه كثير. احنا ما نشبهوش الاقتصاد الفرنسي، ما نشبهوش خلاص، احنا نشبهوا الاقتصاد الإيطالي. بلاد مسنطيحة. إيطاليا قوة صناعية، احنا نشبهوا الاقتصاد الإيطالي. التحويل الغذائي جاي من إيطاليا، وإن شاء الله الاقتصاد تاعنا يعاود يتقعد، ما تخليهمش يدخلوا لكم الياس. الجزائر قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر، العالم كله عارفها باللي قوة جهوية، باللي قوة تجيب السلام في المنطقة، باللي قوة جابت توازنات في المنطقة. Le président algérien Abdelhamidjid Tebboune. Abdelhamidjid Tebboune. استغفر الله. Abdelhamidjid Tebboune. Monsieur Tebboune. والله الا قتلتينا بالضحك. يسعدني أن أتوجه بالتحية والتقدير لأصحاب الفخامة والجلالة والسمو قادة الدول، معربا كذلك عن تقديري لجهود السيد كاسابا كوروسي رئيس الدولة السابقة رئيس الدولة السابقة. وقفوش 5 خطوات الوالدين. ومن هنا ناضلت بلادي منذ حوالي 50 سنة خلت، ومن هذا المنبر بالذات عن مكامن الخلل في النظام الدولي الحالي، ودعت إلى نظام دولي جديد. نضرب فردي. سيد الرئيس، بلغت النزاعات والأزمات في العالم مستوى غير مسبوق، شردت الملايين من الأشخاص. السلام عليكم تبون، طلق لنا غير الماء والتريسيتي. يا رئيس تبون ما خليهاش في قلبي، ربي عطانا لسان باش نهضروا. الفقراء والمساكين والمرضى واللي ما عندهمش سكاني، اللي ما صافش باش يوكل ولادها خبزه، عشان ديرنا مقبره جماعيه، وهادو كاع مساكين دخلهم ودفنهم وصدق ودير الخير على روحك بالملاير والله يسهل. فإن هذه الأوضاع الهشة جشة عشة هشة بشة الهشة كشة مشة نشة تحرص الجزائر على صونها أثناء عهدتها بالمجلس.
وجهك ديال القصدير انت ما كتحشمش. وتسخير خبرة الجزائر الثرية في مجال الوساطة. انت قواد رسمي بتضرب الخاتم، خاتم عليه قطر قواد. اعتماد مقاربة ترتكز على الحلول النهائية لعدم الاستقرار بذل قصارى جهدها، ويحقق التوازن الضروري ما بين الأجهزة والرئيسية. إنهاء الاستعمار في العديد من المناطق التي اعتمدها مجلس الأمن وأمام المحاولات وأعرب مجددا عن تمسكنا مقاريش كي غدير ليه الجزائر التي تتولى ريادة الوساطة الدولية ورئاسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق سلم المصالحة لتجاوز صعوبات واحترام متطلبات دولة القانون، لأنها حالة الاقتتال لإنهاء حالة الاقتتال وما يشبه المجاعة وانعكاسات التغيرات المناخية باعتبارنا منسقا تلقي بظلالها على منطقة الساحل. انا عايز جملة مفيدة. على اعتماد برنامج 2030 هي طرف في معظم المعاهدات الدولية وبلاد تؤمن التي تزخر بطاقات شبانية وترقية مكانتها في جهود مجموعة الاتصال العربية. قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. لقد حان الوقت للتفكير معا، فإن الجزائر التي تتأهب بلاد انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر، وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1,300,000,000 متر مكعب يوميا. قريقيبة ما كيسحاش، آخر مرة سحى فيها كان كومة. قادرين يديروا مخابر، قادرين يديروا مصانع، قادرين. واش انا نمشي نستورد المايونيز والكيتشوب وما نعرفوش، ما كاينش جزائري قادر يديرها. هذه مايونيز، هذه كيتشوب، هذه ما نعرفوهاش. هذه استوردنا البصل، استوردنا البطاطا، استوردنا الثوم، استوردنا كل المصيبه استوردناها. هذا العام داروا البطاطا، العام الجاي واحد ما يدير البطاطا، نصبح نستورد في البطاطا. العام الثالث قال البطاطا راها طلعت ندير البطاطا. اليوم في بعض الدول اللي معروفه بانتاج البطاطا، هذا من جهه اخرى واحد يدلل بالبصل نتاعو، ومن بعد غدوه ما يديرش البصل، نباح نستورد في البصل، والبصل يوصل 50,000 الكيلو في السوق. والله الا خصك غير واحد اللي بوق في يديك وتولي بحال هذوك اللي كيبيعوا جوال برغوت في السويقه. ونمشي نستورد التفاح انا من الخارج. علاه؟ مانيش ضد الاستيراد وما نمنع الجزائري من حتى شيء. اللي حبها الجزائري تستورد ليه تجيه. منعنا منع بات ان نستورد اي شيء. اللي حبها الجزائري تستورد ليه تجيه. منعنا منع بات ان نستورد اي شيء. طبقه الهشه كشه مشى نشا. هذه هي الجزائر الجديده لكم امنين بها. هي الصوره الحقيقيه نتاع الاقتصاد المتاخر، معناه باللي فيه خلل، والخلل هذا بتجربه. لا صحيت من بعد تفوسوا. شنو بعد تفوسوا صحيح. انا قبيل عرفته حرام. كما يقولوا من شب على شيء شب عليه. راح شكيل تبون. وقسما بالله العلي اللي نحكموا ماني طالب. هاد التصرفات هذه اللي تعمر الحباس. والله ماني طالق واحد مهما كان، يندم على النهار اللي زاد فيه. اذا كان 30 سنه ما تكفيش نفوت الاعدام. والنعجه ضعيفه لان ما كلاش لا شعير لا والو. ما تبقى وهو 18% بالتقريب على حسب الاحصائيات اللي عندي. 82% من المشاكل اللي كانت مطروحه انذاك في مناطق الظل تحلت بملايير الدينارات، وما هيش خساره في المواطن، ما هيش خساره. من اجلكم وفي سبيلكم. وما هيش خساره في المواطن، ما نصرف على المواطن لان مثل ما قلت هو الاساس نتاع هذه الجمهوريه هذه. بحالاش ستيل سيتويان سي الالفا اي لوميغا دو سو بي، من غيره ما كانش. حسن جدا ما عندي ما يتسال. ما يقارب 8 ملايين جزائري عايشين تقريبا متاخرين على 20 سنه على باقي الركب. واللي قلنا اذا
نتمنى ان شاء الله باش خلال من نهايه السنه وبدايه السنه المقبله ما نزيدش نتكلم على مناطق الظل ابدا. وهي الزفيف في الترن ربط سلوقية راها وعلى شوية. اضرب على قلبك جزائر جديدة. ولا بالنسبة الماء شروب هذه نطمئن الجزائريين، ربما ما تكونش عنده في بعض الأماكن ما تكونش H24 ما تكون عنده بعض الساعات في النهار ولا نهار بنهار ولا. أنا طلبت باش نعمم تحلية مياه البحر وصاك جاي الحمد لله البحر ما ينشفش. لانتيليجو تحلية مياه البحر على كل شط باش ندخل بالتحلية حتى بداية الهضاب العليا. هاي 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 خليني نتكلم. تذكروا واش قال قايد الاركان مع اللي قال راه متربصين بنا راه فيها مؤامره كبيره، مؤامره بدات تبان. حذاري حذاري بانسيون حذاري 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 عمري حذاري 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 عمري حذاري 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 حذاري. ربما رانا نسيسوا في الامور اكثر من اللازم، ولكن خذوا حذركم خذوا حذركم. الامور ماهيش بهذه البساطه، عارفين ما زالوا طامعين في التخلاط. وصغرتوا الرواسيات وصفقوا الشماكريه. هانا كبرنا هكا. مرحبا بك. كيف حالك سيد؟ الحمد لله، وانت؟ أنا لا بأس الحمد لله. تشرفت بوجودي هنا. يا إلهي يا الله. مرحبا بك هنا. مرحبا مرحبا بك هنا. مرحبا بك. كيف حالك سيد؟ إنه شبيه رجل البرية يعود لنا من جديد. ما في خبريش باللي سيدنا مخلصش لا فيزيت تكنيك ديال ملغيته. سيداتي سادتي، رحبوا معي برئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمكم جميعا أبدأ بالترحيب بكل ضيوفنا وكل الوفود، وأعلن رسميا عن افتتاح الطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران. تحيا الجزائر. بلاد مسنطحة. الجيش مؤسسة دستورية والجيش يقدس الدستور. الجيش مؤسسة دستورية والجيش يقدس الدستور، والجيش حامي الحماية. يعني معروفة أن الجزائر لكان استقرارها ما تمسش لأن الجيش قوي. احنا شعب مقاوم ونعرف قيمة الحرب ونعرف قيمة البارود. ما نحوسوا اون شيرش بيرسون، بصح اللي يحوس علينا راه يبدا هو والله ما تنتهي. سمعوا لي مليح، الزلط والتفرعين كلام فارغ كلام فارغ. ونقسم بالله كرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اللي تعدى علينا يندم على النهار اللي زاد فيه، لأن احنا ما نحبسوش. الفانتازية اللي ما يش محلها كلام فارغ كلام تاع بربوات. قارن الجزائر بالمحيط نتاعها ما تشبهش المحيط نتاعها. راكم شفتوا الانتصارات. احمد ربي، اللي ما يحمدش ربي راه ما يرضيش. كلام فارغ. ولكن ما يتكلموش علينا لأن مقررين أن الجزائر أبدا ما تبقى المثل إيجابي، تذكرها بسلبياتها فقط. الشعب المغربي الشقيق في القطار يجيب 60 قطار، يعني يدخل ما يساوي الغاز الجزائري. هذا شعب نتاع الدراع، هذا شعب نتاع الخدمة، هذا شعب يعرف يبني الثروة. احنا عمرنا ولا تلفظنا بشيء اللي يمس الوحدة الترابية المغربية. الجماعة تعدوا علينا في 63، احنا ما عندناش حتى جيش. ناري. حتى التلفزيونات الغربية راكم شفتوا كاش نهار تكلموا على تجربة تاع فلاح، تكلموا التجربة هذه، تكلموا ما كانش إلا راه فلان دخلوا الحل، فلان ضربوه، فلان هذه. الجزائر اليوم حتى بعض أبنائها ما عارفينش قيمتها. لما تتكلم مع مسؤولين على مستوى دولي في لقاءات دولية تقول له عدنا يقول لك شيء غريب، احنا مرة ما سمعنا بها. اسقعد يا عمر
اجي نقي لينا المنافقين. شبكة الطرق نتاعنا ولا واحد عنده. 75 سد مبنية في هذه البلاد وفيها اللي ما زالت سدود أخرى في البناء. ما كاش اللي عارف باللي عندك 12 مليون تلميذ قارية كالية شاربة على حساب الدولة، على حساب الميزانية. واحد ما عارف باللي عندك 100 جامعة ومركز جامعي و12 مدرسة عليا ما سامعينش بها. واحنا صغيرين ما نعرفش حاجة. ما يسمعوا غير بالجزائر اللي علاه قبضتوا فلان وطلقتوا فلان ودرتوا فلان. هذا هو. حين أنا في خطة لتركيع الجزائر، وراكم شفتوا الانتصارات، بينما الدول الأخرى شعب مقهور جايع، ونعرف قيمة الحرب ونعرف قيمة البارود. الجمهورية الجديدة ونبعدوا نهائيا عن الجمهورية تاع اللي يقفلوا لي بلو. ما كان والو. انت شفتوا ليه؟ ولاد الحركة، ولاد أوساريس، ولاد بيجار. ما تقلعوش ليه الميكرو راه غبوها لي. تلفزيون عمومية فرنسوية عندها الجزائر تقتصر في ساحة البريد المركزي وتقتصر في أودان. وزيرهم الخارجية يقول نفس الشيء، الآخر يقول واش دخلك فيها؟ احنا جزائريين عارفين واش يخرجنا واش ما يخرجناش. تتكلم على فرنسا يعني؟ ما نقولش فرنسا رسمية، ما نجراش لهذه الأمور. أنا راني كبير، أنا ما نحتاج ندخل تحت جناحك. السيادة الوطنية خط أحمر نوصلوا عليه المحال، بمعنى أن نتصدى له. اي ارنولد شوارزنيغر. Avec le président français et le président Emmanuel Macron, je n'ai aucun problème. الاتفاق مع الدولة الفرنسية والدولة الجزائرية، دولتين مستقلتين، دولتين عظميين، واحدة في أوروبا واحدة في إفريقيا، لازم نتعاملوا مع بعض. فرنسا تربطنا بها مشاكل. سون دي بي امي وعندنا جاليه تاعنا، عندنا اولادنا راهم تما، نسرسكو على اولادنا نتفاهم مع الدوله هذه باش نحمي ابنائي ونحمي ونخلي لهم مصيرهم ان شاء الله يضمنوه ليه. الدوله الجزائريه ننسى باللي كانت يوم من الايام مستعمره تاع فرنسا، دوله قائمه بكل اركانها، بقوتها، بجيشها القوي، باقتصادها اللي ماشي وتقوى، بشعبها الابي اللي ما يرضخش إلا لله عز وجل. هذا الشعب مسؤولية نتاع الشعب، نتاع أمة، نتاع تاريخ. أشهد الله أشهد فيه جرائم بشعة ندارت في هذه البلاد، واش نمحيها انا بكلمه حلوه؟ الزعاطشه ما بقاش منهم رضيع، ما بقاش. واش صرا في كتشاوه وحدها لما حاولوا يدوها باش يمسخوا الدين تاع الجزائريين ويرجعوها كاتدرال، اعتصموا فيها 4000 مصلي، 4000 ماتوا، سركلوها بالمدافع وضربوا. هكا كان التصرف تاع الجيش الاستعماري، بلي غاز وفي شكاره، يديروا في شكاره ويربطوا ويطلق عليه الغاز. هذه جرائم. واش تكرهوا انا باسكو تقول لي كلمه حلوه ولا نسمح، ولو نبغي نسمح ما عنديش الحق باش نسمع. هذا شعب. وهي الزفايف في الترن ربط سلوقية راها وعلى شوية. سلام على صلاة يا جاينا يا سيدنا محمد والرجال علي.
اسقعد يا عمر، اجي نقي لينا المنافقين. أجدد لكم ترحاب. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال. أجدد لكم ترحاب. ذكرت طنطا تذكرة تذكرتين. ابعد يا جدع ابعد. كي داير؟ الله يحفظك بخير، الله يحفظك مزيان، الله يحفظك انت كي داير؟ الله يحفظك بخير، الله يحفظك هاني، الله يرحم الوالد دوز لحيد من الشاطئ. تبارك الله عليا، ربي يهديني 5 ليا، ربي يهديني. بتا والخنونة هابطة، بوز غليل وبو بكرين ويضربوه في الحايطة. أشهد الله واي ناري. استيقظت باكرا فأحسست بالتعب وانسداد في أنفي، ثم بدأت أعطس. فتحت أمي باب الغرفة وقالت: استخدم المناديل النظيفة وتخلص منها، واغسل يديك وتجنب الاقتراب من أصدقائك. حمار يا الحمار شوف اللي عاد مع الحمار. الجزائر وسيراليون باعتبارهما عضوين غير دائما في مجلس الأمن. ماذا هذا ماذا؟ الشباب ما قاريش كي غدير ليه؟ عضوين غير دائما في مجلس الأمن. واش انت كتكيف ولا مالك؟ اتفقنا على تدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات عديدة. عودة والخبرات حسن جدا، ما عندي ما يتسالك. منها الطاقة، التجارة والفلاحة والصناعة، الصناعة الغذائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصيد البحري، وارتقاء بمستوى التبادل التجاري بإنشاء مجلس أعمال مشترك. بابا غيو ورا قال لي ما تزيد ما تنقص. شكون؟ انا عايشة. فاطمة هذا منين كيشعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. الله أكبر
اللهم قوي إيمانك. المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا. السبيطار عندكم واحد واش فيه تا الدواء الحمر. وتطرقنا للوصول إلى التوافق في بناء جسور التلاقي والتعاون الموحدة للوصول لقد حجزت لك زكركة كركزة فخامة الرئيس وأخي العزيز عبد الفتاح السيسي، وأجدد الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما أكدنا على ضرورة العمل سويا لحفظ المكانة اللائقة التي يتبوأها بلدانا. ما كتطلقش سلوكية يا أستاذ؟ كدير كل مزيان هاني كنسيو ولا قال عطيك مصابه يا اختك عملتي باش وحشك بس ولا قالك شوف الحاج في واحد الديفو، اما هو وراني حزاق عمي الحاج، وحزاق من الطراز العالي. البارح كليت واحد الطبسي ديال اللوبيا خليها على الله وصافي، راني مهلوك. مالك على هاد الحاله مالك؟ بالنسبة لكم انتم، بالنسبة اللي عايشين في الغربة، نحاول باش نخفف عليكم الوطء نتاع الغربة هذه، باش نسهل الرجوع نتاعكم او بالاقل الاستثمار تاعكم في بلادكم، ولو تبقوا في الغربة وديروا مؤسسات ولا شركات في بلادكم. وعند خروجه من مدينة لشبونة أو البلدية هتفوا بشعارات الحراك مرددين مدنية ماشي عسكرية. جابوها العسكر ما كانش الشرعية، اطلق ولادنا الحقار، تابونا مزور جابوها العسكر، اطلقوا ولادنا يا الحقاري، فري اوبينيون ديتيلز، السلطة للشعب، دولة مدنية ماشي عسكرية. استادو سيفيل ناو ميليتار، اهبط تهدر مع العجالي، اهبط. الاتصال بالجالية نتاعنا نطمنها اولا على الوضع في البلاد، ونسأل على احوالها ونشوف يعني مشاكلها في البلد التي تقيم به. معارضون جزائريون مقيمون بالبرتغال انتظروا الموكب الرئاسي ورشقوه بالبيض. هو جابوه مزور جابوه العسكر. ناري الوضع الدولي، الوضع الدولي مضطرب جدا،
ولذا نريد التعجيل في دخولنا في منظمة البريكس حتى ندخل في تنظيم آخر غير الدولار وغير الأورو، وهذا فيه فائدة كبيرة لاقتصادنا. وجهه حرش بحال ركبة المسخوط. البريكس ساعدنا في التنمية أكثر من ما ساعدونا إلى يومنا هذا كل مؤهيات المالية الدولية، وهذه لا بنك تاع لي بريكس أكثر من لا بنك مونديال وأكثر من وتمول المشاريع نتاعنا وندخلوا في التنظيم تاعهم، وسياسيا نكونوا منضمين لبعضنا بعض قوة. وجهكم حلوة جلد. احنا الشيء اللي مشجعنا أن الفاعلين في هذا الصين، روسيا، جنوب أفريقيا، حتى البرازيل، الرئيسة السابقة تاع البرازيل اللي هي رئيسة البنك الحالي قالت الجزائر ضرورية للبريكس. وجهك ديال القصدير انت ما كتحشمش. لأن الجزائر منفذ لشيما، ماهيش غير وحدها، بوابة لعدم الانحياز وعدم كذا. إذا كان تفاهموا على الأغلبية راه عندنا. احنا البنك البريكس راني مشارك في رأس المال تاعو $1.5 مليار. توصلنا إلى إجماع بشأن المرحلة الأولى من عملية التوسع والمراحل الأخرى التي ستتبعها. لقد قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات لتصبح دولا كاملة العضوية في مجموعة البريكس. هذه هي اللحظة التي أعلن فيها رئيس جنوب أفريقيا عن توسع مجموعة بريكس وانضمام 6 دول جديدة لها. ورغم التوقعات والترقب فإن الإعلان لم يشمل الجزائر. صدمة كبيرة يا والقلب هي كان دي جاب حيرة قلبي، كان دي جاب حيرة العمر سكنة الحيرة قلبي. يا خرا شنو هذا؟ ناري ناخذ صورة عامة. اش هذا؟ اش كدير انت تما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص بلدي الجزائر أبدأ وأقول فخامة الرئيس فلاديمير بوتين سمو الشيخ حاكم إمارة الخيمة لا رأس الخيمة، سيدات فضليات السادة الأفاضل، يطيب لي في هذه البداية أن أتوجه بجزيل الشكر لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين واسمحوا لي كذلك أن أعبر عن عميق شكري للقائمين على تنظيم هذا المنتدى الرائد الذي أصبح منذ إنشائه في 1997 يا خرا شنو هذا؟ مصائر الشعوب وتشابكها بمساهمة روسيا في التخفيف من حدة جانب من الأزمات الراهنة ومساهمتها في استقرار أسعار الطاقة العالمية. لقد كانت المحادثات للارتقاء سيدات فضليات والسادة الأفاضل تشهد الجزائر مرحلة مهمة في مسيرتها التنموية الشاملة من خلال استراتيجياتها الوطنية، حيث أصبحت حاليا وجهة للاستثمار واعد بفضل الإصلاحات المحورية التي جسدتها الحكومة والتحفيزات العديدة التي كرست مناخا محفزا للمتعاملين اقتصاديا في بلد عازم على تنفيذ خطة استثمارية طموحة
في السنوات المقبلة، لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية والفلاحة والمنتجات الصيدلانية والصناعات المختلفة، بما فيها الصناعات الغذائية والتحويلية. فالجزائر ستعمل على زيادة الاستثمار في الطاقة الخضراء، وعليه فإنني أدعو الشركات العمومية والقطاع الخاص في روسيا والعالم إلى استكشاف بيئة الأعمال في الجزائر والاستفادة من المحفزات التي تتيح لهم إنجاز مشاريعهم الاستثمارية مجدية في مختلف القطاعات ووفق مقارنة رابح. ما تقلعوش ليه الميكرو راه غبوها لي. الجزائر تسجل نمو بنسبة 4.3%، يعني عكس ما يجري في البلدان الأخرى المجاورة. اسقعد يا عمر، اجي نقي لينا المنافقين. وهذه الوتيرة ستزداد سرعة انطلاقا من سنة 2000 يعني السنة الحالية. ما في خبريش باللي سيدنا مخلصش لا فيزيت تكنيك ديال ملغيته. وسجلوا ارتياحنا لتوافق الرؤى تجاه الملفات التي تناولناها بالحديث، ومنها قضية النزاع في الصحراء الغربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر هذه مدينة الجزائر فقط. من الذي عمل هذا الشكل وسماه الجزائر؟ استعمار. هذا هو التاريخ وهذا هو الواقع. جماعة تعدوا علينا في 63، احنا ما عندناش حتى جيش. حقرونا. هل نكن عداوة للشعب المغربي؟ أبدا، ويخطئ من يسيء الظن به. أنا من المغاربة المطرودين من الجزائر، حاليا في عمري 63 سنة. الوقيته اللي تم الطرد ديالنا كانت في عمري قربت نوصل 18 سنة. قيل أن الشعب المغربي ساعدنا البارح وإحنا قلال الخير. ما هو الجوار هذا، ما هو وزيد. اللي شافوها نتاعهم واللي سمعوا بها عندهم فيها النص. احنا دفعنا الثمن من اجل تحرير الشعب المغربي، احنا دفعنا الثمن. دولة المرابطين دولة واحدة، من تونس في الشمال إلى أفريقيا الوسطى في الجنوب، تلت أفريقيا كلها بقت دولة واحدة، كل دي دولة واحدة قائدها يوسف ابن تشفين رحمه الله. جماعة تعدوا علينا.